شايفين الجمال دوت؟ شايفين الحلاوة دي؟ الحلاوة دي كلها من نص كيلو بانيه بجد. تعالوا نبدأ الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه، بس اوعى تنسى اللايك، انا بقولك اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الحلوين عاملين ايه؟ جيت لكم كده بفيديو حلو كده النهارده. بصوا، وانا الوصفة دي شفتها عجبتني، قلت هطلع اطبقها معاكم. والله لو طلعت حلوة قالوا تمام وجميلة وطبقوها، طلعت كده ولا كده قالوا ايه لا مش حلوة. تمام، تعالوا نبدأ يلا بسرعة ونشوف احنا هنعمل ايه. انا جبت 3 بصلات، قطعتهم زي ما انتوا ايه شايفين كده، وهضربهم في الكبة. حلو لحد كده تمام. انا ضربت كده البصل بتاعي، هنزل جبت بقى ده نص كيلو من البانيه. نص كيلو من البانيه غسلته وظبطته، ورحت مقطعاه مكعبات زي ما انتوا ايه شايفين كده، وهحطه في الكبة بتاعتي هضربه ضربة كده حلوة كده بقى اهو. تمام، بصوا شايفين البانيه بتاعي اهو. هنزل عليه بقى بالبصلتين اللي انا قطعتهم اهو كمان كده، وهفردهم معايا طبق البهارات. انا جبت بقى كده البانيه بتاعتي اهو في الكبه، وجبت البصل بتاعي اللي انا ضربته، هنزل عليه بالبهارات. ده بودرة بصل، معايا بابريكا، معايا مكعب مرقه باللحمه، معايا كمون، فلفل اسود، ملح. يبقى معايا بابريكا ومرق دجاج وفلفل اسود وملح وبودرة ايه بصل. تمام، بودرة توم وبصل. معايا هنا بضاية هنزل عليها كده بالمنظر ده. معايا هنا بقسماط اللي هو بتاع الايه البانيه، ونزلت عليه بالمنظر دوت، وهضربهم ضربة حلوة كده في الكبة بتاعتي اهو كده. بصوا بقى، تمام كده. هي جابت بقى بطاطساية وراحت مقطعاها كده كبير، سمك كبير اهو، تمام زي الدبوس كده بتاع الفرخ. وهقوم جايبه بقى من الفراخ بتاعتي ديت، وهعملها زي دبوس كده اهو. هغطسها جوه بالمنظر ده. بصوا اهي، وهتمسكيها بقى بايديكي، تعمليها بالمنظر ده. اهم حاجه ان العصايه دي تبقى في النص، وتفضلي تظبطيها بايديكي كده زي الكفته يا جماعه، زي الكفته بالظبط، يمين وشمال. والله اتمنى بقى انها تطلع فعلا وصفه حلوه، اتمنى من ربنا. ادي واحده كمان، اعمل كمان معاك واحده اهي، احطها كده بسم الله اهو. وهتقفلي عليها زي الكفته بتاعتك اهي، وهتفضلي تجيبيها يمين وشمال. ما اخليش حاجه من البطاطس ايه باينه خالص، عشان تبقى ايه متغطيه. شايفين؟ خلص الكميه ونرجع. انا خلصت زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الكميه بتاعتي هي خلصت. جبت معايا لبن هحط عليه معلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق، يبقى معلقتين نشا ومعلقتين من الايه من الدقيق، وهنزل عليهم بفلفل اسود وملح، وهقلبهم كويس جدا اهو. تمام كده، يبقى انا جبت اللبن، حطيت عليه معلقتين دقيق ومعلقتين من النشا. هجيب بقى واحده والملح والفلفل الاسود، وبعد كده جبت البقسماط حطيت عليه كيس فيجيتار. دي من عندي انا، حطيت كيس فيجيتار قلت عشان يبقى طعمه ايه حلو. هجيب بقى واحده منهم كده وهحطها في اللبن والحاجه بتاعتي، واقوم جايه حطها كده في البقسماط. تمام اهو، وتضغطي عليها وانت ايه بتتبليها بالمنظر ده. شايفين اهو. هرجعها تاني فين في اللبن اهو، عشان يبقى الكفر بتاعي مقرمش، واقوم جايه عاملاها تاني في الدقيق بتاعي بقى ايه مرجحاها. بصوا اهو
حلو لحد كده، ما فيهاش صعوبة على فكرة، بس يعني أتمنى يا رب تطلع إن هي إيه، حلوة. هاجيب بقى واحدة تاني معاكم، أحط في اللبن أهو، نروح على البقسماط. هتعملوها مرتين في اللبن، يعني مرة لبن ومرة بقسماط، مرة لبن مرة إيه، بقسماط. وهنعملها بالمنظر ده كده أهو. أهم حاجة تكبسيها كده بإيدك. هاخدها تاني على اللبن بتاعي وأحطها يمين وشمال، وبعد كده هعملها آخر حاجة فين، في البقسماط أهو. تمام أهي. بصوا، أحطها بقى وأكمل الكمية بتاعتي. بصوا بقى، أنا كده خلصت خلاص، تبلتها زي ما انتوا زي ما وريتكم. بس أنا بقى هحطها في التلاجة نص ساعة كده، تمسك برضو وتبقى أحلى. ونيجي بقى نحمرها نشوف هتبقى عاملة ازاي. خلاص اهوت. بصوا انا حمرته انا بقى عشان كنت مستعجله، فحمرته وطلعت على طول. انا بقى هدوق معاكم لان انا ما دقتش، فهدوق بقى واقول لكم ايه رايي بامانه يعني. بصوا، بتقرمش قوي. وبصوا عامله ازاي، كريسبي عامله ازاي. الطبقه بتاعتها اللي فوق عشان برضو سبتها في الفريزر شويه، ظبطت الدنيا. على فكره حلوه، جربوها هتعجبكم جدا 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 جدا. حاجه جديده وتغيير لاولادنا، يعني انتوا فاهمين. والنص كيلو طلع الكميه دي كلها، يعني بصوا نص كيلو الفراخ البانيه طلع الكميه دي كلها. جربوها هتعجبكم جدا جدا. حلو، لا هي حلوه بجد يعني. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.